السلام عليكم. فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا. هنعمل ايه؟ هنعمل مسقعة. مسقعة بالزيت يا جماعة. هتعملي مسقعة؟ طيب ده المسقعة بالذات بتاخد البتنجان بيشرب زيت ايه مش قادرة اقول لكم، انتوا عارفين طبعا اهو. طيب انا هعمله النهاردة من غير ما هقليه. هعمل مسقعة مش هقلي البتنجان، هوفر خالص زيت القلية بتاع البتنجان اهو. يبقى الفلفل الرومي وفلفل حراق، والقوطة جميلة جدا في السوق اهي زي ما انتوا شايفين اهي، جايباها بعمل منها المسقعة وبحطها في التلاجة تنفعنا لأي حاجة تانية اهي موجودة. فانا دلوقتي هعمل المسقعة مش هقليها زي ما انا قلت لكم، مش هقلي البتنجان. هتعمليه ازاي؟ خليكم معايا وشوفوا في الفيديو. احنا هنعمل المسقعة من غير ما هنقلي البتنجان اهو. تابعوني لاخر المسقعة تشوفوها اتعملت ازاي. انا قطعت البتنجان اهو زي ما انتوا شايفين. البتنجان بتاع الشتا ده جميل جدا، خلي بالكم مش مبذر. البتنجانة الطويلة السودا دي جميلة قوي اهي، اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. انا قطعت اهو كله مكعبات. انا هحضر حاجات دلوقتي هرشها عليه كله، تتبيله هحطها عليه قبل ما اعمله زي ما انا قلت لكم اهو قدامكم. جميل خالص، بسم الله ما شاء الله. بصوا اعمل ازاي اهو، حلو اهو. فانا دلوقتي هكمل وهرجع لكم تاني اهو. انا حضرت اهو التتبيله: ملح، توم باودر، كزبره، كمون، بابريكا اهو زي ما انتوا شايفين اهو. كمون، كزبره، توم باودر، ملح، ايه تاني عندك عايزه تحطيه هتحطيه عليه. ما حطيتش انا ولا دقيق ولا نشا ولا حاجه. بص هحطه انا بقى دلوقتي على اهو، هقلبه بيه خالص اهو. وهرجع بقى اوريكم انا هعمل ايه. انا دلوقتي هقلب كل الخليط ده ببعضيه. خلي البتنجان يطعم من الملح والكمون والبابريكا والثوم البودر والكزبره اهو. انا هخليه يطعم منه وهرجع لكم تاني اهوت. انا تبلته زي ما انتوا شايفين اهو بالحاجه اللي انا وريتها لكم، وحطيته في الصاج. ولعت الفرن بتاع البوتاجاز. عايزه بس ايه، انا كل اللي انا هحطه عليه بصوا يا جماعه المعلقه اهي اهي، المعلقه اهي احط اهو. بصوا اهي اهي، شايفين معلقه الزيت دي؟ انا هرشها عليه اهو كده اهو. هاخد واحده تاني، معلقه تاني، بس هو ده اللي انا ايه محتاجاه للمسقعه اهو. خدي اهي، شايفين انا رشيت عليه معلقتين من بتوع الاكل زيت، اكتر من كده مفيش اهو. انا دلوقتي مولعه الفرن وهحمره في قلب الفرن قبل ما اجهز الحاجه بتاعت المسقعه اهو. التتبيله بتاعته دي اللي انا حطيتها عنده كل حاجه اللي انتوا شفتوها. هكمل وهرجع لكم تاني اهو. انا هحمر ومقطعه
هنقطع مكعبات اهو زي ما انتم شايفين. كويس قوي. طيب نقلبها كده بسم الله الرحمن الرحيم. شوية ملح وشوية كمون اهو، وهخليها بقى تاخد لها غرفتين 3 عقبال ما البتنجان يحمر. البتنجان اهو يا جماعة، انا ولعت عليه الاول الفرن خالص، سخنت الفرن وحطيت الصاج فيه في البتنجان زي ما انتوا شفتوه. لو ما شفتوش دلوقتي ابدأوا من اول الفيديو هتشوفوا انا عملته ازاي. ولعت عليه بعد كده الشوايه، حتى الفلفل اهو زي ما انتوا شايفين اتشوى اهو خالص معاه اهو. بصوا ده البتنجان ما كلفنيش غير معلقتين زيت قلبتهم فيه وهما في الصاج وانا بدخله على الفرن اهو. بصوا اهو، بصوا الدخانه طالعه منه ازاي، انا لسه مطلعه اهو. بصوا اهوت. كل اللي انت هتعمليه زي ما انا عملت، هتولعي الفرن وهتحطيه، هو بيستوي الفرن طبعا بيسويه، بعد كده بتولعي عليه الشوايه شويه وخلاص اهو. ده شكله كده. انا هعمله مسقعه عشان كده بنقطعه مكعبات. انت براحتك بقى. فانا دلوقتي هحطه في قلب القوطه اللي انا مقطعاها مكعبات وعاملاها بفص توم اهو. يا رب يعجبكم ان شاء الله اهو. وفري ولا دبري ووفري، يعني على قد ما هنقدر زي ما انتوا شايفين. انا ما اعرفش، انا بسمع ازازه الزيت يا جماعه اسعار طبعا انا ما اشتريتهاش يعني لحد دلوقتي الحمد لله. انا بسمع وبسمع من ولادي يعني كمان، ده ماما ازازه الزيت مش عارفه بنجيبها بكام ازازه الزيت، ما اعرفش ايه. فعلى قد ما بنقدر بنحاول ندبر ونوفر، وعلى قد ما بنقدر بنشوف حاجات كتير قوي نعملها برضو من غير ما نستهلك كمية زيت كتيرة قوي اهو زي ما انتوا شايفين. يا رب يعجبكم. هكمل وهرجع لكم. انا خلصت المسقعة اهو، جميلة جدا، ريحتها تحفة والبتنجان مستوي خالص اهو. يا رب تعجبكم. زي ما انتوا شايفين. بصوا الشوكة بصوا بتعمل ازاي في البتنجان اهو. بصوا اهو كله حطيته في فرن البوتاجاز، حتى الفلفل لما ولعت الشوايه حطيته خد اتشوى كده من على الوش، ادى شكل حلو برضو اهو من غير قليه ومن غير حاجه. البتنجان زي ما انا بقول لكم اهو، الشوكه بتغرس فيه يعني مش بصوا مش مستحمل اهو. جربيها لو عجبتك هتعمليها، ما عجبتكيش براحتك، حاجه برضو ترجع لكم. بس ده توفير يا جماعه للزيت زي ما انا ما بقول لكم اهو. انا وفرت طبعا عشان خاطر الزيت، يا دوب حطيت معلقتين زيت بس على البتنجان وقلبته ودخلته في الفرن الاخر خالص. اما البتنجان استوى ولعت عليه الشوايه شويه وحطيت الفلفل اهو زي ما انتوا شايفين. اهي الصينيه لسه حتى انا على البوتاجاز كمان، لسه حطها على البوتاجاز اهي ما شلتهاش، حبيت اوريها لكم اهو. اهم حاجه ان احنا ما كلفتش نفسي زيت. زي ما انتوا عارفين البتنجان بيشرب زيت كتير، حطيتيه في دقيق ما حطيتوش في دقيق برضو هو بيشرب زيت طبيعي اهو. يا رب تكون الطريقه دي تعجبكم ان شاء الله، ومستنيه ردكم عليا في طريقه المسقعه. البتنجان اللي ما اتقلاش تحط في الفرن اتحمر اهو. وما تنسوش تعملوا لي اللايك
وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد في يوميات وفاء ودينا. اقول لكم ايه؟ السلام عليكم.